السادسة والأربعين، وهذا ثاني أفضل رقم من حيث عدد المباريات طبعا بعد أنري ميشيل اللي درب المنتخب المغربي في السنوات التسعينيات. كرة في وسط الميدان طبعا تجاوزتها حكيمي، 25 مباراة مجمعة بين مباريات الكان ومباريات كأس العالم. أرقام ما أخطر كرة وما أصاب كرة. تنزانيا نعم تطرق الأبواب وتطرق الدفاعات المغربية في لقطة في منتهى الخطورة على مرمى الحارس ياسين بونو. بعيدة تماما على الكابي. موانيتو كارفيلوني، لأن ميغيل غاموندي تاريخيا خاصة لما كان يشترك في المغرب كان مساعد لميغيل غاموندي أو لأوسكار فيلوني. كرة ناحية أشرف حكيمي، ممكن لا زالت الفرصة قائمة لكن شجاعة كبيرة يضيع حارس المرمى. مركز محوري الدفاع نعم والذي لعب تنزانيا من أجل التأقلم بسرعة ومسك مهام تدريب المنتخب التنزاني. طبعا لم يجد صعوبة في إدارة المنتخب في عبد الصمد الزلزولي وابراهيم دياز. الزلزولي الآن، الزلزولي مقوس الراسية واضحة على فكرة، واضحة رأسيتك وتقدمك يا اسماعيل الصباري، وبالتالي قرار سليم هنا بوجود وضعية تسلل نو جول. طرف حكيمي وابراهيم دياز الذي يرفع هذه الكرة. الكعبي كان في انتظاره طبعا بالتخصص وتنفيذ هذه الكرة عن طريق ماسارانغا. لا شيء في اللقطة الماضية وقلت لكم بأن الاحتكاك عادي جدا، وقع الاصطدام. طبعا هذه منطقة حراس المرمى، أي لمس لحارس المباراة المنتخبي المغربي عن طريق أشرف حكيمي. وهذه البدايات بعد غياب لشهرين. أشرف حكيمي الآن يستعد لتنفيذ هذه الركنية. ماسارانغا يقطعها، ماسارانغا نعم يخرج يقطع هذه الكرة. عادت مغربية مرة أخرى. هذا الزلزولي العرضية الكعبي يحاول فيها وجدان في منطقة الجزاء. عموما ستلعب أشرف حكيمي يرفع هذه الكرة. كل لاعبي منتخب تنزانيا داخل منطقة الجزاء. يا سلام برايمر هذه ممكن والدفاع في آخر لحظة. موانيتو معظمها تلعب بهذه الطريقة، معظمها توظف هذا السيستم، هذا الدفاع المتأخر وتترك الكرة وتترك اللعب للمنتخب المغربي. هذه الكرة جدار مشكل من 4 لاعبين. الحكم يعطي الإشارة. التسديد من مصوبالا، هنا جاء زميله تسديدة ترتطم بها الجدار، تسديدة ترتطم بها الجدار. مرة جانبية. لا زالت يا بلال فيها راسية الآن ولكنها سهلة. ماسارانغا، بلال الخنوس والكرة في متناول ماسكورة، لكن الحكم شاف بأن الكرة تجاوزت الخط وبالتالي ضربة مرمى لمنتخب تنزانيا. هذا مسينا. إذا فعلا تأتي صافرة ختام الشوط الأول مشاهدينا الكرام. 0-0 لا أهداف. الكثير ما يقال فيها. يظهر الفنان لكن عينك على حكيمي، عينك على حكيمي وانطلاقة حكيمي وتمريرة حكيمي ومن زاوية ريال مدريد وفي الشباك في الشباك يا ماسارانغا. 1-0. رابع أهداف إبراهيم دياز في هذه البطولة، رغم أنه لم يظهر كثيرا مع ريال مدريد لا في لا ليغا لا في دوري أبطال أوروبا، لكن إن كان شيء ثاني تتكلم على مشاعر وانتماء وبطولة كبيرة افتقدها المنتخب المغربي منذ 50 سنة.